هنتكلم النهاردة عن الفصل الثالث من فصول حقوق الإنسان، وهو الفصل الأخير معانا، وهو وسائل مجابهة الفساد. طيب، بيتكلم عن 3 نقط مهمين. النقطة الأولى هي الاتفاقات الدولية لمكافحة الفساد، والنقطة الثانية هي الإطار التشريعي الوطني لمكافحة الفساد، والنقطة الثالثة دور الأجهزة الرقابية الوطنية في مكافحة الفساد الإداري. وهنتكلم عن النقطة الأولى اللي هي الاتفاقات الدولية لمكافحة الفساد، وهم 3 اتفاقيات مهمين هنتكلم عنهم. أولا كده، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقال لك دي بتتسم اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد بأنها اتفاقية متعددة الأطراف، وبتعتبر هذه الاتفاقية أول وثيقة في مكافحة فساد دولي ملزم قانون. وبتتبنى اتفاقية مكافحة الفساد أسلوبا شماليا لما أنه ومكافحة الفساد، فهي تشمل تدابير وقائية وعقابية بالإضافة إلى أحكام للتعاون الدولي، كما تتضمن أحكاما إجبارية واختيارية. طيب، تاني نقطة معانا اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الفساد. وتالت نقطة هي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ودي اتعملت سنة 2010، وهي اتفاقية ذات أهمية خاصة لما تمثله من تقدم نحو الاتجاه الصحي في مواجهة ظاهرة الفساد. طيب، نتنقل بقى لتاني نقطة عندنا، وهي الإطار التشريعي لمكافحة الفساد. بيقول لك بيتكلم عن كذا قانون تم عملهم للموضوع ده. أول حاجة هو قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1927 وتعديلاته، ويتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم أنواع الجرائم والعقوبات المقررة. بعد كده قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وبيقول لك مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مباشرة الدعوى الجنائية وانقضائها، واختصاصات سلطات التحقيق ومأمورية الضبط القضائي وإجراءات القبض والتفتيش، كل ده. بعد كده قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحارم التأديبية رقم 17 لسنة 1985، وهو القانون المنظم لاختصاصات النيابة الإدارية من حيث رقابة وفحص ومباشرة التحقيقات مع الموظفين العموميين. طيب، بعد كده قانون إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964، وده قانون بينظم العمل واختصاصاته في هيئة الرقابة الإدارية، والمتمثلة في بحث وتحري أسباب القصور في العمل، والكشف عن عيوب النظام الإداري والفني والمالي، واقتراح وسائل لتلافي الأخطاء دي كلها. نتنقل بقى لقانون الجهاز لتنظيم إدارة رقم 118 لسنة 1964 وتعديلاته، وهو القانون المعني بالعاملين في الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها، من حيث تطوير مستوى الخدمة المدنية. بعد كده قانون الكسب غير المشروع رقم 11 لسنة 1968، والمعدل بقانون رقم 62 لسنة 1975، وهو القانون المعني بمفهوم الإسراء غير المشروع وتكييفه والعقوبات المقررة له والطوائف التي تخضع لأحكامه. بعد كده قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته، بيقول لك أنشأت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بموجب القرار الجمهوري رقم 17 لسنة 1984 تجمع الاستدلالات في شأن الجرائم التزييف والتزوير وجرائم الرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع. بعد كده آخر حاجة عندنا قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وده القانون المعني بتنظيم المحاكم وتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وكل المسائل بتاعتهم، حتى من فيها المسائل التأديبية الخاصة بيهم. بعد كده هنتنقل عندنا لتالت حاجة وهي آخر حاجة، وهو دور الأجهزة الرقابية الوطنية في مكافحة الفساد الإداري. ودي بتلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة ليها. وأول هيئة عندنا هي الهيئة الرقابية الإدارية، ودورها في مكافحة الفساد الإداري. ودي بتتكون هيئة الرقابة الإدارية من رئيس الهيئة، ويكون تعيينه بقرار من السيد رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائها لمدة 4 سنوات. اختصاصات الهيئة دي إيه؟ بيقول لك بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية، والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين. وبعد كده بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوي أو تحقيقات صحفية، ومعاونة الجهاز الحكومي والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام في التحري عن شاغلي وظائف الإدارة العليا، والتحري عن حالات الكسب غير المشروع وعمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسيل أموال. طيب، إيه هي صلاحية أعضاء هيئة الرقابة الإدارية دول؟ بيقول لك حق الاطلاع على البيانات والمعلومات بالجهات مهما كانت درجة سريتها، الحصول على صور من المستندات دي،
وطلب وقف أو إبعاد الموظفين مؤقتا عن العمل أو الوظيفة عموما، وسلطة الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية، واستدعاء من يرى سماع أقوالهم، وطلب معاقبة الموظفين تأديبيا كمان. وبتنقسم الجرائم اللي بيتم ضبطها بمعرفة الهيئة إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول بتقع الجرائم التي تعد اختصاص أصيلا هيئة الرقابة الإدارية، زي جرائم العدوان على المال العام، زي الاختلاس والإضرار بالمال العام سواء كان عمد أو عن إهمال. وبعد كده جرائم الإتجار بالوظيفة العامة زي الرشوة واستغلال النفوذ. أما القسم الثاني بيتم ضبطه بالتنسيق مع بعض الجهات والتي تتولى بدورها وفقا لاختصاصاتها أعمال الضبط، زي التهرب الضريبي، التهرب الجمركي، جرائم غسيل الأموال، الغش التجاري، وهكذا. طيب الجهاز المركزي للمحاسبات ودوره في مكافحة الفساد. بيقول لك إن الجهات الخاضعة لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات هي الوحدات التي تتألف منها الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي، وهي الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته ومنشآته، وطبعا النقابات والاتحادات المهنية والعمالية كلها، وبرضه الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية أو الحزبية، والشركات التي تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن نسبة 25% من رأس مالها. يعني 25% من أصل الشركة دي حتى لو هي خاصة قطاع عام. واستكمالا لاختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبة هنتكلم أولا في مجال الرقابة المالية، وهي الرقابة على وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والأحزاب والنقابات، والرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها. طيب ايه تاني نقطة في مجال تنفيذ بقى الخطة وتقويم الأداء اللي بيحصل؟ بيقول لك بقى بمتابعة وتقويم أداء الوحدات التابعة لرقابة الجهاز التي تباشر نشاطها في مجالي الخدمات والأعمال، وإعادة تقارير تفصيلية تتناول ما يتم كشفه من نقاط ضعف أو اختلاس أسفرت عنها تقارير المتابعة، ومتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالتكاليف المقدرة وطبقا للتوقيت الزمني المحدد لها، ومتابعة وتقويم الفروض والمنح المبرمجة من الدولة والمنظمات الدولية والإقليمية، ومتابعة حركة أسعار السلع والخدمات الخاصة بالسلع التموينية والاستهلاكية. بس كده احنا كده نكون خلصنا معاكم الفصل الثالث من حقوق الإنسان للفرقة الأولى طب اسكندرية، هو ده الفصل الأخير. شوفوا الفيديوهات اللي قبل كده عشان تكونوا فاهمين الفصل دوت، وهتلاقوا الباوربوينت بتاع الفصل ده موجود في قناة التليجرام تحت في الوصف. وما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب القناة وفعلوا الجرس عشان ينزلكوا كل جديد وجديد. شكرا.